حالة ترقب كبيرة تسيطر على الشارع الرياضي بالكامل لكشف الأهلي عن البرومو الرسمي لتقديم صفقة زيزو، والمتوقع أن يتم الكشف عنه خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء عقد اللاعب رسميا مع نادي الزمالك. الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم يؤكد أن أبطال صفعة القرن لنادي الزمالك هم الكابتن محمود الخطيب وأحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي ونادر شوقي وكيل اللاعبين الشهير، ويؤكد أن الأخير هو الذي أدار الملف بالكامل وكان له دور كبير في هذه الصفقة لكي يخرج اللاعب بشكل آمن من نادي الزمالك، وأنه من المؤكد أن يطالب زيزو نادي الزمالك بمستحقاته المتأخرة في إنذار رسمي في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، وذلك تمهيدا لتقديم شكوى رسمية للفيفا. واللاعب قرر ألا يترك مليم واحد لنادي الزمالك بعد ما حدث معه. إمام عاشور وحسين الشحات وتريزيجيه ولاعبي الأهلي الكبار يحاولون مساعدة محمد علي بن رمضان على الدخول سريعا في أجواء الفريق للاندماج معهم قبل انطلاق البطولة المرتقبة. طبيب الأهلي يحاول مساعدة لاعبي الفريق على التعود سريعا على فرق التوقيت الكبير بين القاهرة وميامي وأزمة الساعة البيولوجية ببعض المشروبات والأطعمة واتباع جدول نوم ثابت حتى يتخلصون من هذه الأزمة، والتي من المتوقع أن تؤثر عليهم قليلا أمام باتشوكا في المباراة الودية لضيق الوقت قبل المواجهة والتغلب عليها قبل مواجهة انتر ميامي في افتتاح البطولة والتي مازال متبقي عليها وقت كافي. وسام أبو علي يؤكد استمراره في معسكر منتخب بلاده حتى مباراة عمان التي ستقام 10 يونيو الجاري في تصفيات كأس العالم بعد فوزهم بالأمس على الكويت بثنائية وتأجيل انضمامه لمعسكر الأهلي في ميامي لتوقع صعوبة تعود وسام أبو علي على الأجواء وتغير الساعة البيولوجية بشكل سريع. ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يجهز جراديشار لقيادة هجوم الأهلي أمام انتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية. الأهلي يرصد مكافآت خيالية للاعبين لتحقيق الفوز على انتر ميامي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، والتي من شأنها أن تأخذ الفريق للدور الثاني من البطولة حال تحقيق أي نتيجة إيجابية في أحد المباريات التالية، والحصول على مكافأة إضافية بقيمة 7 مليون دولار بخلاف مكافأة المشاركة في البطولة. رابطة جماهير الأهلي في أمريكا تحاول التنسيق مع بعثة الأهلي لحضور أحد تدريبات الفريق لتوجيه بعض رسائل الدعم للاعبين. أحمد عبد القادر يحاول إيجاد أي عروض مناسبة من قطر أو الإمارات أو السعودية في ظل تحفظه على العروض التي وصلته من أندية الدوري المصري. خوض جماهير الزمالك في عرض زيزو في أيام مفترجة يؤكد مدى المستوى المتدني الذي وصل له المشجع الأبيض، لكنه صراحة أمر ليس غريب في ظل وجود أشخاص عديم التربية وعديم الأدب في مجلس الإدارة أمثال هاني شكري الذي خاض في عرض جماهير الملايين في نفس الأيام المفترجة. الكابتن محمود الخطيب يرفض بشكل قاطع قبول اعتذار هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويؤكد للوسطاء أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي متجاوز حتى يكون عبرة لأي شخص يحاول تكرار نفس الفعل. عمرو السولية يرفض الاستعجال في حسم خطوته القادمة على أمل أن يتلقى عروض أفضل الأيام القادمة من العروض الليبية، والذي مازال حتى هذه اللحظة متردد في قبولها لأسباب عائلية تتعلق بالأمن الغير جيد هناك، رغم رفض الرد بالأمس على هذا السؤال. كل المصادر المقربة من ياسين منصور تؤكد أن رجل الأعمال الشهير قرر بالفعل الترشح لانتخابات النادي الأهلي على مقعد الرئيس حال عدم ترشح الكابتن محمود الخطيب مجددا. منتخب الأردن منافس منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب يتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز بثلاثية نظيفة على عمان. أحمد فتحي نجم الأهلي السابق يتوقع أن يواجه بعض لاعبي الأهلي صعوبات كبيرة في أول 4 أو 5 أيام بأمريكا بسبب أزمة الساعة البيولوجية وفارق التوقيت الكبير، وأنه من المتوقع أن يتغلب لاعبي الأهلي على هذه الأزمة بأكل الأسماك والجمبري وبعض الأكلات التي تساعدهم على التغلب على هذه الأزمة. ويؤكد أن الأجواء في أمريكا وكأس العالم سيجعل لاعبي الأهلي يتغلبون على كل الصعوبات للظهور بأفضل شكل ممكن، وأنه يتمنى ألا يؤثر كثرة النجوم في الفريق على الجهاز الفني وتركيزه في مباريات البطولة، ويتمنى أن ينجح المدير الفني في فرض سيطرته سريعا حتى لا يجد صعوبة في التعامل، خصوصا أنه من المتوقع أن يحدث صدام بين المدرب وبعض اللاعبين الكبار الفترة القادمة، وأنه لابد أن يقوم المدرب الأسباني باختيار التشكيل بناء على أداء اللاعبين في التدريبات وليس الأسماء، خصوصا أنه لو رأى اللاعبين أنه عادل في اختياراته ولا يفضل البعض بسبب أسمائهم سيحترموه. وفيما يخص زيزو فهو صفقة قوية بلا شك ولاعب كبير، ولكن هل سيضيف للفريق أم لا هذا ما سنراه في الفترة القادمة، لكنه كإمكانيات لاعب كبير جدا.
عماد متعب نجم الأهلي السابق يتوقع أن يصل الأهلي إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية وتحقيق نتائج جيدة في البطولة في ظل التدعيمات القوية التي تمت مؤخرا، ويؤكد أنه يحسب للأهلي وضع اسم مصر دائما في هذه الأحداث العالمية التي يصعب على أي فريق آخر التواجد فيها، وأنه يتمنى أن يصل ريبيرو للتوليفة المناسبة في تشكيل الفريق في ظل صعوبة اختيار 11 لاعب الذين سيشاركون أساسيا بسبب الإمكانيات الكبيرة المتواجدة بالفريق حاليا، ويؤكد أن خبرات الأهلي في لعب هذه البطولات تؤهله لتحقيق نتائج جيدة. ريبيرو في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: نشعر بالفخر لتواجدنا هنا والمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. تمثيل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والبطولات القارية في هذا المحفل العالمي هو شرف عظيم ومسؤولية نتحملها بكل فخر. نستعد بشكل قوي ومنظم منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحرصنا على الحضور قبل فترة كافية من انطلاق المنافسات من أجل التأقلم على الأجواء الزمنية والمناخية، وبدأنا بالفعل تحضيراتنا للمباراة الأولى التي نعلم أهميتها جيدا. سنواجه فريق قوي بالمباراة الأولى ويضم مجموعة من النجوم الكبار الذين لا يحتاجون إلى الكثير من التعريف بعد ما قدموه في كرة القدم. انتر ميامي فريق حديث من حيث التكوين لكن يملك نفس الطموح الخاصة بالمنافسة والفوز والتأهل، ونحن نعي جيدا أن المواجهة ستكون قوية وتنافسية، لكننا سنسعى لإظهار شخصية الأهلي داخل الملعب، فنحن نادي كبير يمتلك تقاليد عريقة وثقافة راسخة ترتبط دائما بالبطولات وتحقيق الانتصارات، ونمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم خبرات واسعة في المشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة، إلى جانب الحافز الكبير لتقديم كل ما لديه من أجل تمثيل النادي بالشكل الأمثل. والجهاز الفني يعمل مع اللاعبين على جميع المستويات الفنية والبدنية والذهنية من أجل الوصول لأعلى درجات الجاهزية. محمد الشناوي: الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بصفة نادي كبير يملك تاريخ ممتد في البطولات القارية والعالمية، والفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها، وهو ما يمنحنا دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته. الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية، وكل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة. كل الفرق المشاركة في هذا الحدث كامل الاحترام لها، ونحن نعمل على دراسة كل المنافسين بشكل دقيق، وهدف الأهلي واضح وهو تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيره العظيمة التي تسانده في كل مكان، وأنا واثق في جميع زملائي وفي قدرة الفريق على تمثيل النادي الأهلي بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه الكبير وطموحاته الدائمة في المنافسة على كل الألقاب، وأتمنى أن يوفق الفريق في تقديم أداء قوي خلال بطولة كأس العالم وأن يحقق النتائج التي ترضي جماهيره.